لعبة الموت. اللعبة التي ستحدد مصير العالم، والفائز فيها سيحكم العالم، ولكن ليفوز عليه أن يتخلى عن إنسانيته وجميع صفاته البشرية. متحول لوحش شيطان مدمر مسخ بلا عقل، كل ذلك قبل أن يقع في حب عشيقته خليلته صديقة فؤاده، وتختلط مشاعره بين الحب والانتقام ليفقد سيطرته على عقله، وكل ذلك بسبب لعبة الموت. ولكن قبل ما ابدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ده هو أمدو، شاب في المدرسة الإعدادية، شخص انطوائي جدا ما بيحبش يقعد مع التانيين تماما، حتى لما أصدقائه بيقولوا تعال العب معانا بيطنشهم وبياخد بعضه ويمشي، وهو مروح كده بيحب يدون المذكرات بتاعته وهو ماشي، وبعد كده بيروح للبيت وبيقول أنا عندي أصدقاء، ولكن كل دوت في خيال أنا بس. وفعلا أصدقائي بيغمض عينه وبيروح لشخص اسمه زيوس، وبيقول له أنت جيت، أنا كنت لسه بعدل في حاجة كده، وبيقول له العالم محتاج لي الإثارة، ولكن برضه أنا ما أقدرش أعمل حرب علشان بس أستمتع بس، وأنت عارف برضه إن اللعبة بتاعتنا أفضل من كده بكتير. ودوت يا صديقي ملك الفضاء والزمان واسمه هو زيوس. وبيكونوا يا صديقي مستغربين ان امدو بيحب يكتب مذكراته جدا كده، وهو بيقول لهم انا بستمتع لما بكتب الحاجات ديت في مذكرتي. وبعد كده بيرجع للعالم الواقعي بتاعه بيقول انا نفسي اغير حاجه كده، فزيوس بيقول له تمام يا معلم، انا هديك المذكره المستقبل. وفعلا يا صديقي بيديله المستقبل في تليفونه، ولكن يا صديقي امدو ما بيكونش فارقه معاه اصلا، وبيقول كل دوت عادي، كلكم اصلا من مخيلتي، وبينام. وفي الوقت ده في بنت بتجري وبتستخبى، ولكن في عيون بتظهر جنبها وبتقتلها. والصبح بقى بنشوف امدو وهو ماسك المذكره بتاعته، وبتجيله رساله وبتقول له وانت بتاكل هتشوف على التلفزيون جريمه قتل واقعه جنبكم. ولكن يا صديقي هنا الصدمه، بيبص على التلفزيون والجريمه اللي هو تنبأ بيها حصلت فعلا، وامدو يا صديقي في اللحظه دي حرفيا متسمر مكانه، مش فاهم ده حصل ازاي، وبيقول يا عم دي اكيد صدفه مش حاجه حقيقيه يعني، حتى الامتحان المفاجئ عرف عنه وعرف الاجابات بتاعته، يعني يا بختك يا معلم. وفعلا بيروح لزيوس وبيفهم منه كل ده حصل ازاي، وان هو شخص خيالي هو اللي اخترعه، فازاي ياثر على العالم الواقعي. زيوس بيقول له انا حاكم الزمان، يلا انت فاكر ان انا صعب عليا ان انا ادخل مخيله طفل زيك ولا ايه؟ امنوا انا هديك المستقبل زي ما قلت لك، بس خليك عارف لو المذكره حصلت لا اي حاجه انت كمان هتتضرر، يعني من الاخر انت والمذكره واحد. المذكره اتدمرت، امدو مات، وده معناه حرفيا ان امدو لازم يحافظ على المذكره زي حياته. وبعدها امدو بيقول ان انا هتقبل الموضوع وكلنا كده كده هنموت، وانا هستغل المذكره دي افضل استغلال. وفعلا يا صديقي درجات المدرسه بتاعته عليت جدا، وده اللي بيخلي اغلبيه الطلاب يغيروا منه وان هم يتجنبوه، بس بطلنا كده كده مش فارقه معاه عشان هو كده كده انطوائي. وفي مجموعه من الطلاب اللي جابوا اخرهم من امدو قرروا ان هم يستنوه في الطريق اللي هو بيعدي منه كل يوم، وامدو ما بيعديش، وبالفعل ده بسبب المذكره. امدو اصلا كان عارف ان هم هيجوا عشان كده اتجنبهم، وحرفيا بطلنا بيكون هيتجنن من الفرحه، وبيقول بالمذكره دي انا حرفيا هقدر احكم العالم. حتى في الاختبارات بقى جبار يا صديقي، دحيح الدفعه مش عارف يحل يا صديقي، وامدو ولا على باله، بيبص له وبيقول في نفسه تعالى اوريك يا صديقي تحل ازاي، يعني كميه الغش. ولكنه فجاه في بنت بتبص له بشكل مرعب، بطلنا بينصدم. وبعد الامتحان صنع الدمي على شكل الطفله اللي بترافق زيوس، ولما بيبص على التليفون عشان يشوف المذكره لقى مكتوب كلمه النهايه، يعني الموت المحتم. امدو بيهرب يا صديقي من يونا، وفعلا مستقبله اتغير، نهايه مسدوده اتغير، ولكن كل ما بيروح مكان بيلاقي بنت المجنونه يونا واقفه قدامه. وبنعرف كمان ان هي بتمتلك مذكره موت زي امدو، بس بنعرف ان يونا هي اللي بتحبه وهي اللي مش عايزه تاذيه. بتقول انا المذكره بتاعتي بتعرف كل حاجه بتحصل معاك، وكل دوت علشان هي بتحبه. وبنعرف ان كل حاجه بتحصل لامدو هي بتعرفها قبل 10 دقايق، وبتقول له بص الراجل ده هو القاتل المتسلسل اللي شفناه على التلفزيون وصاحب المذكره الثالثه. امدو بيستغرب مذكره ثالثه ازاي؟ يعني في غيرنا كتير. يونو بتقول ان هو جاي علشان يقتلك، وكل دوت علشان يكمل في لعبه البقاء. امدو انت لازم تنجي، احنا كلنا بنقتل بعضنا البعض، لن يتبقى الا ناجي واحد. وبكده بنعرف ان مصير يونا وامدو اللي افتراكوا قتل بعضهم البعض. امدو ما بيكونش فاهم اي حاجه ومش مستوعب اللي بيحصل، ولكن بيسمع كلامها وبيطلع بعدها للسطح. وامدو بيقول انا مش عارف نيه البنت ديت، بس اللي اعرفه ان الشخص بيموت لما المذكره بتاعته بتتدمر، او على الاقل ده اللي قاله لي زيوس. يونا بيكون عندها خطه وفعلا بيبداوا في تنفيذها. بيطلع القاتل، امدو بيراقب القاتل من خلال تليفون يونا. القاتل ما بيلاقيش اي حد وبيطلع التليفون اللي هو مذكرته، وهنا امدو بيستغل الفرصه وبيهجم على المذكره بتاعته، وبكده امدو قتل القاتل. ولكن على عكس المتوقع القاتل جثته بتختفي نهائي. امدو بيكون هيتجنن ازاي يعني جثته راحت فين؟ فبيروح عند زيوس عشان يفهم منه، ولكن فجاه هو بيتكلم مع زيوس المكان بيتحول، بيلاقي نفسه في مكان غريب مع باقي المشاركين في لعبه الموت هلاك المذكرين. زيوس بيبدا يتكلم عن المستقبل وان هو بيتغير ومش ثابت، وده بيرجع لعده عوامل واهميتهم هي مذكره الموت اللي لو غيروا الاحداث هتتغير المستقبل اللي ظهر في المذكره. كمثل يعني يونا اللي انقذت امدو من الموت المحتم، وده
وده على عكس اللي ظهر لمذكره يونا واللي تنبأت بموت المحتم. انتوا هنا عشان انتوا اللاعبين المشاركين في لعبه البقاء. اللعبه بكل اختصار انكم تعرفوا مين ملك المذكره الحقيقيه وتقتلوه لحد ما ينجو شخص واحد وهو يكون خليفتي، يعني هيبقى حاكم الزمان والمكان، والمذكرات اللي معاكم دي بتتنبأ بالاشياء المهمه اللي انتوا محتاجينها. وبعدها امادو بيروح لبيته وبيقول ان يونا مهتمه بيه وعشان كده هي بتتنبأ بالمستقبل بتاعه. بس انا على عكسها ما بهتمش بحد غير نفسي، عشان كده بعرف الاحداث اللي محيطه بيا بس. امادو بيعيش الرعب وكل يوم بيبقى خايف احسن اي حد يكشف هويته. وفي احد الايام بتظهر البنت ديت اللي بتشد ايده وبتصرخ فيه بشكل مرعب وبتقول له امادو انت احد ملكيين المذكرات مش كده؟ امادو بينسلم وهنا بنعرف ان ملكيه المذكره التاسعه هي يوريو، ويونا بتعرف ان مذكرتها مصير امادو. وبنت المجنونه يوريو عشان تتاكد من موت امادو حطت قنابل في كل مكان في المدرسه علشان تسيطر على المدرسه بالكامل. يونا بتقول لامادو ان هم لازم يتصرفوا فورا لان البنت ديت حطت عليه علامه النهايه، ولو ما اتصرفناش في خلال 3 ساعات انت هتموت يا امادو. وبمساعده مذكره يونا بدا امادو يعرف مكان القنبله ويتجنبها، والصدمه مستقبلهم بيتغير مع كل حركه وده بيصدمهم، وخصوصا يونا اللي بتقول ده اول مره يحصل معاها كده. وبعدها البنت بتنهال بالهجمات وبتنفجر في امادو وبتعرف مكانها من خلال المذكره بتاعتها. امادو بيكون لسه عايش والفضل كله يرجع ليونا اللي انقذته من كل مره بيعرف ان هو على الموت، وبنعرف ان هي بتكتب عن امادو كتير وعشان كده هي معاها المذكره بتتنبأ بالمستقبل. وفي الوقت ده الشرطه بتوصل ورئيسهم بيكون معاه مذكره وبيعرف ان كل ده بسبب المشاركين في اللعبه. في الوقت ده جوه المدرسه امادو بيشوف اصحابه اللي ما تعرفش هم جايين منين. المهم بيشوفهم وبيجري عليهم عايز يحكي لهم على اللي حصل دوت، ولكن بشكل غريب بينقضوا عليه وبيكتفوه. وبنعرف ان يورو قالت لهم ان هم لو سلموها امادو مش هتفنجر المدرسه، وعلى الرغم ان هم اصدقاء برضه غدروا بيه، وفعلا بيسلموا امادو البنت المجنونه ديت. وسط صدمه يونا اللي بتنفجر من الغضب خلاص طفح الكيل، هم اللي بدأوا علشان يسلموا جثه حبيبها وبتجري زي المجنونه يورو في الوقت ده وبتكون على وشك القضاء على امادو. ولكن فجاه ملك المذكره الرابعه بيظهر وبيساعد امادو، وان المذكره اللي معاه بتتنبأ بالقضايا قبل ما تحصل، وهو مش هيستحمل يشوف شاب زي امادو يموت وهو ساكت، وان هو مش مهتم ان هو يكون خليفه زيوس ولا حاجه. ولكن يورو بتتكلم من مكبر الصوت وبتهدد الشرطه ان هم لو ما قتلوش امادو ان هي هتفجر المدرسه. بيبصوا الشرطه لامادو وبيقول له ما عندناش اي خيار تاني، سامحنا يا ابني انك هتموت احسن من موت كل الشباب، لازم نضحي بيك. ولكن فجاه يونا اخيرا بتوصل ويونا بتنط على البنت ديت وبتبدا المعركه ما بينهم. الشرطه بتقول لامادو احنا مش هنقتلك، يلا قوم اتحرك، انقذ البنت اللي بتحبك واقتل البنت المجنونه اللي معاها مذكره التسعه اللي هي يوريو يعني، واثبت انك تستحق العيش. امادو بيندفع بكل ما عنده. يونا بتبلغه من مكان المتفجرات عشان يتجنبها، وكل الطلاب فعلا بيقرروا ان هم يساعدوا امادو وبيرموا كل الكتب على يونا. وفعلا بتتشبث يوريو وبيوصل امادو وبيطعنها في عينيها، ولكنها ما بتموتش وبترمي قنبله دخانيه وبتهرب من المكان. وبنعرف ان نوع المذكره بتاعتها هو الهروب وبيساعدها على تجنب الموت. وقرر امادو هو ويونا ان هم يتعاونوا مع المحقق. وتاني يوم بيروح امادو ويونا لقسم الشرطه وبيعدوا على الشرطي دوت واللي بالمناسبه بيكون اسمه كوروسو. وبنعرف ان هو هدف ان هو ينقذ الابرياء من الضحايا من اللعبه ديت، وعلشان يعمل كده لازم يعرف ملاك المذكرات. وبيقول لهم ان ملاك المذكرات هم 12 واحنا نعرف منهم 5 اللي هم احنا وهيامي ومننا، ولازم نعرف ال7 اللي فاضلين، واول هدفنا هي يوريو. وعشان يجيبوها على ظهرها فبيطلب من يونا وامادو ان هم يخرجوا في المدينه على انهم حبيبين. الملاهي وهو هيراقبهم وهيستنى ظهور يوريو، وفعلا بيبداوا الخروج سويا كحبيبين، ويونا بتعترف بحبها لامادو، ويوريو بتحاول تهرب من الشرطه بمساعده مذكرتها مذكره الهروب. وفعلا بيظهر لها شخص وبيقول لها ان هو هيساعدها وهي بتسمع كلامه وبتروح معاه، ولكن هو خلاها تهلوس وسالها انت رقم كام، وعرف منها ان هي رقم 9. بيقول لها تمام انت رقم 9، طب تمام قولي لي على كل حاجه تعرفيها. وفعلا بتبدا تحكي له على كل حاجه، والبنت دي بتخلع لها عينها المصابه. وفي نفس الوقت ده امادو ويونو راحوا لبيتها، وعلى حظه نحس النور قطع وهو بيدور على الحمام، ولكن بتوصله رساله مكتوب فيها ان في غرفه غريبه في بيت يونا، وهو بيروح يشوفها وشاف جواها جثث غريبه. دخل امادو الغرفه وهنا الصدمات المفاجاه، الابعاد والزمان والمكان بداوا يدخلوا في بعض بسبب دخول امادو لهذه الغرفه اللعينه او لقبها الثاني مدينه سكورمي، وبسبب كده التاريخ والمستقبل هيتغيروا بشكل جذري. وبتظهر يونو من وراه، ومن خوف امادو هرب من يونا وعاد لبيته، ومن كتر الرعب جسم امادو عمال يرتعش بشكل هستيري ومرعوب، وبيسال نفسه هو معقول يونا هي اللي قتلت كل الاشخاص دول؟ بيقرر ان هو يبلغ المحقق، ولكن بينصدم ان بيلاقي يونا بعتت له رساله وشكلها كده بتهدده. وتاني يوم الصبح امادو بيقابل كوروسو ولسه هيقول له على كل حاجه الا شاف يونا، بتسلم عليه يعني في معناه لو هو اتكلم هتفشخه. وبعدها بيركبوا العربيه. كوروسو بيقول ان يوريو تم انقاذه من مجموعه اسمهم العين المقدسه، والمحقق كوروسو خدهم معاه علشان يحققوا في القضيه ديت، وبيقول لهم ان هم هيروحوا لهم المعبد دلوقتي، وفعلا بيوصلوا لهناك، وبيقول لهم ان العين المقدسه واسمها كوتسوباكي، وبنعرف ان هويتها والمتعه الوحيده هي كتب قصص كل الزوار اللي بيزوروها. وبتقول لهم من كام اسبوع كده مذكرتها بقت بتقول لها على كل اللي هيحصل قبل ما يحصل، يعني دي واحده من ملاك المذكرات، وان هي صاحبه مذكره الاستبصار يعني بتتنبأ بالاحداث البعيده. وبتقول لهم ان هي محطوط عليها علامه النهايه وهي هتسلمهم يوريو، بس بشرط واحد ان هم يسيبوا امادو هو اللي يحرسها، وده يرجع لان هو نجا من علامتين موت قبل كده، وهو الوحيد اللي يقدر ينقذها وهي بتثق فيه. وامادو فعلا بيوافق، وبعدها بيقعدوا سويا، وتسوباكي بتحذره من يونو وان هي بنت مش كويسه، وان هو لو فضل يمشي وراها هتوديه لحياه البرزخ والهلاك المحتم، وكل ده بتكون يونو سامعاها، وبتقرر انها تفشخ الست ديت. وفجاه بيحصل حريق مرعب، الشخص ده بيحاول يطفي الحريق، وبدل ما بيطفيه بيزيد اكتر علشان هو بدل ما يستخدم الميه
يستخدم الغاز. يعني الله ينور عليك. بيبداوا الجنود بتاع تسوباكي ان هم يفشخوا ببعض، ومن الواضح ان هم تحت تنويم المغناطيسي. امادو بيقرر ان هو ينقذ تسوباكي، بس يونا بتهزر وبتقول ان ده ممكن يكون كل ده فخ يا امادو، ولكن امادو خلاص فقد الثقه فيها. خاف احسن يكون فعلا نهايته هتكون زي الجثث اللي شافها. يونا بتنصدم وبتبكي من الكلام دوت، وبتكون شايفه ان تسوباكي هي السبب في كل دوت، وبتقرر ان هي تخلص عليها. والجنود نازلين قتل في بعض وبيولعوا في المكان، وبيوصل امادو لتسوباكي اللي بتكونش عارفه تعمل اي حاجه، وده لان المذكره بتاعتها ملهاش اي لازمه لما تخرج من المكان اللي هم فيه. وفجاه امادو بيبص في المذكره وبينصدم ان المستقبل اتغير، وان في احد من اتباع تسوباكي هيقتلها. وتحت المعبد بيكون في سجن، وبنشوف يوريو وبيكون معاها الشخص اللي طلع عينها وجابها لهنا، ومن الواضح ان هو مجنون وبيعمل حركات مجنونه، وبنعرف ان هو بيسمع كل حاجه بتحصل، وان ده كله من تخطيطه وان هو لا يقهر. ويوريو بتقول ان هو ما يفرحش قوي كده، لان في بنت اسمها يونا هي الوحيده اللي هتقدر تدمر كل مخططاتك، والبنت دي مجنونه جدا. وفعلا يوريو بيشوف مذكرتها ان اللي هيقتل امادو قريب من يونا. امادو بيكون خايف جدا، وبتقول له اما يجي معاها ويعيش معاها او يفضل مع تسوباكي ويموت. امادو بيختار ان هو يمشي مع يونا، بس خد تسوباكي برده معاه. وفي الوقت ده اتباع تسوباكي بيكونوا عادوا لطبيعتهم، وفي الوقت ده بتيجي مكالمه لامادو بيكون كورسو، وبيقول له ان هو عند يوريو وصاحب المذكره اللي اتنشر في طريقه ليكم، وان هو اعمى بس سمعه خارج للطبيعه. وخد بالك عشان هو معاه كنابل ومعاه يوريو، وفعلا بيظهر على السطح، بس الغريب ان هو بيظهر ب5 نسخ، وهو واحد فيهم علشان محدش يتعرف عليه. وبيقول له امادو لو انت مش عايز تموت اهرب، ومفيش اي حاجه ما بيني وما بينك، وانا مش عايز اقتلك عشان تضحيتك على الفاضي. وبيقول له انا كمان محطوط عليا علامه الموت المحتوم، وجه هنا علشان يقتل تسوباكي. امادو بيبص في المذكره بتاعته وبيشوف المستقبل عشان يعرف مين فيهم الحقيقي، ولكنه ما بيعرفش. ويونا بتشغل دماغها وبتقول الحقيقي هو الكفيف، وبترمي عليهم حجاره وكلهم بيبصوا في اتجاه الخطا الا شخص واحد، وبكده عرفت مين هو الشخص الحقيقي وخلصت عليه. وفجاه تسوباكي بتؤمر اتباعها ان هم يقفلوا المعبد كله من الداخل والخارج، وبتقول لامادو انتوا لازم تموتوا هنا، وعلى فكره انا لا كهنه ولا اي حاجه، كل الحكايه ان اهلي هم اللي قالوا للناس كده وفهموهم، ومن ساعتها انا بقى ليا اتباع، وانا جبتكم هنا من خلال الطعم رقم 9 يوريو. بس فجاه لكت علامه الموت المحتم بسبب رقم 12 اللي انت قتلته، وبكده علامه الموت المحتم هتختفي، ولكن على عكس المتوقع بتكون زي ما هي. تسوباكي ما بتكونش فاهمه ازاي، وبتكون مصدومه وبتكون متشتته، بتستغل التشتت ده يونو وبتهجم عليها وبتقطع لها ايديها. وهربت امادو هرب، لكن يونا وندم جدا على عدم ثقته في يونا، ومن الواضح فعلا ان هي بتحبه، اكبر دليل ان هي ضحت بنفسها علشانه. ووقعت في ايد تسوباكي اللي بتقول لامادو من ميكروفونات المعبد اللي هو ما جاش هنا هتخلص على يونا. امادو ما بيستحملش اللي حصل دوت، وفعلا بيظهر وبيهجم عليها وتشتت انتباههم كل ده ببالونه يا صديقي، ورماها في الهواء. بيستغل الفرصه دي وبيرمي ابر على مذكره تسوباكي، وفعلا اختفت تسوباكي وهرب يونا وامادو من المعبد. في نفس الوقت ده كورسو حرر يوريو وقال لها ان هي تخليها وتتواصل معاه، وراحت يوريو على العياده علشان تركب عدسات اصطناعيه، وشافت الاطفال اللي كانوا في المعبد. وتاني يوم امادو بيقابل امه اللي رجعت من السفر وما رضاش يقول لها على اي حاجه، وبيرجع للبيت وبيلاقي يونا اللي بيحاول يخفيها عن امه باي طريقه، لكنها بتصر ان هي تشوف امه. وفي الاخر بيقعدوا كلهم على نفس الطاوله، وبنعرف من امه ان في واحد من زمايلها اتوفى من حادثه المعبد، يعني على الام ان هي تحترف ان ده كله بسبب الاثنين اللي قدامها. المهم بنعرف ان هي هتحتني بطفل اللي يوريو شافته في العياده من 3 ايام، وهو الولد الجميل ده واللي بالمناسبه بيكون اسمه ريسكو، ومع ان هو فارق ابوه الا الضحكه ما بيتفرقش وشه. وفعلا بيقعدوا مع بعض، واحتمال كبير اللي قتلت ابوه هي يونا اللي بيتزحلق عليها بالغلط وهو ماسك مقص، ولكن لحسن الحظ يونا بتكون ماسكه مخده اللي بتحميها من السكينه. وبنروح للحمام، وهناك بنعرف ان الطفل ده احد الملاك المذكرات، وهدفه هو قتل يونا، ومذكرته بيكون اسمها بعد النظر، وبيكون على وشك كتب التلوين. ومشكله مذكرته ان هي بتتنبأ ب3 احداث بس في اليوم. وبيروح للمطبخ وبيحط سم في الطماطم، وبيكون مستني ان هم ياكلوا السلطه ويموتوا ويكون هو انتهم لاهله، ولكن يونا بتشك ان الطماطم تقيله بالنسبه لحجمها وما بترضاش تاكل، وبتمنع امادو ان هو ياكل هو كمان، وبيقرر ان هو يقتلها بالكهرباء وهي بتستحمى. امادو زي العبيط مش فاهم هي ليه خدت الاكل من قدامه، وبينصدم اكتر لما بيلاقي المستقبل اتغير في مذكرته. وبعدها بنشوف ديكون وهو ماشي، وبتجيله يونا وبتقول له ما تزعلش مني انا اسفه، فبيضحك وبيقول لها عادي ولا يهمك، مع ان انا كان نفسي تاكله منها. وهي بتقول له قريب قوي الشرطه هتلاقي اللي قتل ابوك وامك، وبتسيبه وبتمشي. وبعد الكلمتين دول يا صديقي الواد خلاص اتجن جنونه، وبشكل شيطاني بيقول ان هو بيتوعد بفشخ يونا تحديدا، وقرر المره دي ان هو هيكهربها. وفعلا في الحمام بيلاقي يونا بتستحمى وهو ماسك في ايديه ماسك كهرباء وخلاص هيحطها على البانيو. وعلى الناحيه الثانيه مذكره امادو بتعرف ان يونا على وشك الموت وهو هيتجنن مش عارف ازاي. بيبص حواليه وبيقول مفيش غير خيار واحد، ما بيكملش كلامه وبينتقل بينا المشهد للطفل اللي خلاص سلك الكهرباء اللي معاه لمس البانيو اللي فيه يونا، ولكن وفجاه النور بيقطع. ايوه يا صديقي امادو انقذ يونا لاول مره في الانمي. المهم بعدها يونا بتقول لامادو ان هم يتغدوا بيه قبل ما يتعشى بيهم، ولكن هو بيرفض وبيقول لها كل اللي احنا هنعمله اللي احنا ناخد منه المذكره. هنا بيدخل عليهم دي وبيقول لهم انتوا مش هتلاقوها بعقولكم الصغيره ديت، انا مخبيها في قاع الجحيم مستحيل انكم تلاقوها. وفعلا بيفضلوا يبحثوا ولكن بدون اي فايده. امادو بيبص على يونا ما بيلاقيهاش وهي بتحاول تخلص على دي. وتاني يوم بيوصل لدي طرد، يونا بتصرخ في امادو وبتقول له دي اكيد المذكره بتاعته، فبيندفع امادو بكل ما عنده على المذكره وفعلا بياخدها، ولكن ده فخ من ريسك يا صديقي، وطلع سم انتشر في البيت كله. وفعلا امادو بمجرد استنشق السم وقع على الارض. يونا خدته على الحمام لان المكان ده لسه ما وصلوش السم، وهي كمان بتكتم نفسها. وعلى الناحيه الثانيه ريسك الطفل بيقول لي يونا اطلعي لي انا عايز اقتلك، بس امادو كده كده
ميت، وبيفضل يخبط على الباب وبعدها بيعرض عليها عرض بيقول لها ايه رايك نلعب لعبه، لو مسكتيني ده طبعا مستحيل هديك الترياق يا امد واسمعي كلامي. ويونا ما بتكدبش خرج، وفعلا بتخرج لسببين، الاول انها تقتل ريسكي، والتاني انها تلاقي الترياق لامدو، وفعلا بتفضل تدور عليه في كل مكان وبتلاقيه مستخبي في الكنبه وبتروح علشان تخلص عليه، ولكن بتنصدم ان هو فخ منه وبيكسر اللمبه عليها وبيكهربها وخلاص هيخلص عليها، ولكن على اخر لحظه امدو بينقذها من الموت المحتم. ويونا بتستغل امدو وبتخلص على ريسكي، وريسكي بيديها الترياق وبعدها بيقول لها احنا في لعبه البقاء وهيجي يوم هتضطر فيه انك تواجهي امدو، وواحد بس منكم اللي هيفضل عايش، واتمنى انك انت اللي تفضلي عايشه. وبعدها بيختفي يا صديقي، وبعدها بتيجي مني ودي اللي اسمها يوريو، بس للسهوله بقول لها يوريو. المهم بتنقذه وبعدها بتيجي الاسعاف وبتاخد يونا وامدو للمستشفى. وتاني يوم بنشوف زيوس وهو بيعد المتسابقين بعد موت ريسكو اللي بيطلعوا 8 مشتركين، والملك رقم 10 بيطلب من زيوس ان هو ينقل المذكره لشخص تاني، بس زيوس بيقول له ما ينفعش شخص يدخل اللعبه ويخرج منها، ان دخول الحمام مش زي خروجه، فبيقرر الملك اللي هو ما يداش لحد تاني يوم. وتاني يوم بنشوف امدو وهو بيفكر في اللي حصل وان هو كان هيتورط مع الشرطه لولا تدخل كورسو، وفجاه بنشوف بنت المجنونه يونا وهي بتتجسس عليه، وهي بنت العبيطه بتقول ايه الطعام والجمال دوت، ده انت موز يلا يا امدو كن. وهو بيشعر بالخوف والرعب من بنت المجنونه ديت، وهو ماشي بيشوف شخص بيتحكى له بشكل غريب وممكن يكون واحد من ملاك المذكرات. امدو ويونا بيكونوا انتقلوا لمدرسه جديده ولكن كل واحد في فصل لوحده، وامدو بيلاقي واحد من المتنمرين في المدرسه بتاعته القديمه معاه وبيبدا يتنمر على امدو بيقول له يرحم ابوك، هو انا سيبك في المدرسه القديمه تجيلي هنا يرحم امك. وابن البرد ده بيكمل كلامه وبيفضح امدو وبيتكلم بصوت عالي وبيقول له تكون عايز تبدا من جديد بعد ما تسببت في موت الطلاب في المدرسه القديمه، امدو انت هتفضل منبوذ وهتفضل على كده. يا ابن اسكت، امدو لسه قاتل 2 ومشارك في قتل واحد تاني، يعني لو مسكك هيطلع عين امك. ولكن وفجاه في بنت بتدخل وبتضرب المتنمر ده، وبنعرف بالمناسبه ان البنت دي بيكون اسمها هينتا، وبتعرف هينتا على نفسها على امدو، وبتيجي بنت كمان واسمها مو بتتعرف على امدو، وبعدها بيدخل الاستاذ وبيحذر التلاميذ ان في قاتل متسلسل في المنطقه، وهينتا بتقول لامدو ان القاتل ده مش عادي، ده بياكل الضحايا بعد ما بيخلص عليهم، لدرجه ان اهل الضحايا ما بيتعرفوش على الجثث بتاعتهم. وهنا بتدخل ماي وبتقول له ممكن يكون عندي بعض المعلومات، وهو ممكن يكون اكسي. بيستغرب امدو وبيقول لها مين الواد دوت، هنا انت بتقول له بص على الكرسي اللي جنبك، الكرسي دوت لطالب اسمه اكسي، ولكن في الفتره الاخيره بطل يجي المدرسه وعاش دور ان هو محقق. وبعد ما بيخلصوا المدرسه كلهم بيروحوا للامكنه اللي اتقتل فيها الضحايا، وفعلا بيروحوا هناك وبيقعدوا شويه، وبعدها بيطلعوا على الحديقه، وهناك هنا بتسيبهم وبتجري، وفجاه مستقبل مذكره امدو بتتغير، وبيعرف ان هنا هتموت وان في واحد من ملاك المذكرات في الحديقه، وبيطلع يجري كمحاوله لانقاذ هنا، ولكن كانت فات الاوان، البنت ماتت بسبب دخولها المكان الكلاب المفترسه. وفجاه جه شخص اسمه اكسي وبيقول لي امدو انا زميلك في المدرسه ومحقق كمان، يلا نهرب من هنا. وفعلا بيروحوا يستخبوا في المدرسه، وفي المدرسه اكسي بيسال امدو انت ايه علاقتك باخر كام قضيه في البلده؟ انا بتعب قوي، قضيه القتل بتبقى موجوده في المكان الحادثه. يونا بتحاول تتوه وبتقول اكيد اللي عمل كده في هنا واحد من الموجودين هنا، وكلهم شكوا في بعض. وفجاه امدو بيمسك التليفون بتاعه وبيبص على المذكره وبيوجههم كلهم علشان يتجنبوا الكلاب المفترسه دول، وفعلا بيتجنبوا، ومع مرور الوقت الكلاب بتزهق وبتسيبهم وبتمشي. امدو في الوقت ده بيصرح للموجودين ان هو معاه مذكره المستقبل وبيحكي لهم على كل حاجه، ولكن وفجاه هنا بتظهر وبتكتفه، وبنعرف ان هي زيفت موتها وانها ما كانتش عايزه مذكره امدو، وانما هي اكسي لانه كان دايما بيراقب ابوها، وهي البنت صاحب مذكره ال10 اللي طلبت من زيوس انها تغير صاحبه المذكره، وبيستهزئوا بسذاجه امدو، وان اكسي طلعت عشان هو كان متشابه بامدو. وبكده عرفنا مين اللي كان بيبص على امدو هو في طريق المدرسه، وان ابوه هو اللي كان مربي الكلاب دول وبيشوف من خلالها، ومذكرتها اسمها مذكره التربيه وانها هي معاها دلوقتي. وبالنسبه للجثه بتاعتها فاكس هو اللي مزيفها. اكسي بعدها بيرمي قطعه نقديه وبيقول لهم خلينا نلعب لعبه النقد، انا هرمي قطعه النقديه ديت ولو كسبت هسيبك تمشي انت وامدو وهديك مذكرتي كمان، اما لو خسرت هتسيبي امدو وهتديني مذكرتك. وبداوا اللعبه، وبكل اختصار اللعبه بتتكلم انك تعرف القطعه المعدنيه في انهي ايد، واكس هو اللي كسب، وفعلا هنا هتسيب امدو ولسه هيبدا الرهان على مذكره امدو، الا ان يونا بتشك في اكسي وانه مش معاه مذكره اصلا لانه مفيش اي صوت حواليه، وبتهجم عليه وبتبص في تليفونه ما بيكونش فيه حاجه، وقالت لهم ان اكس ما بيكونش معاه اي مذكره، وقالت له انت مين؟ انت خطر على امدو، يعني خطر على حبيبي، واي حد خطر على امدو انا هقتله، ولسه هتطعنه الا ان هو بعيد عنها، وبيقول لها انا مش معاه مذكره وكنت كمان بخمن قطع النقديه، وبيقول لي هنا يلا نكمل، ايه يا ابن البرود دوت اللي انت فيه؟ في رهان على مذكره الواد دوت. امدو بيقول له يا ابني انت مجنون، انت عايز تتحدى احد ملاك المذكرات؟ في تنبؤ المستقبل؟ ايه ازاي يعني؟ ولكن هو بيقول له المستقبل ما حدش بيحدده غيره، فهنا انت بتوافق وبتكون واثقه المره دي ان هي هتفوز، وخصوصا وعلى عكس اكس هي معاها مذكره وبتقرر ان هي تستعملها، لكن ده ما بيديش لاي حد فرصه، وبيجاوب على طول بيقول اليمين. البنت مصدومه مش فاهمه ازاي يعني يمين ازاي يعني، وملامح الصدمه على وجوههم،
وبيقول لامادو انا خسرت ولسه الا يونا بتديله ببطنه بيغمى عليه، وبعدها بيلعبوا وبيكسبوا، وبعد كده بيفهمها ان هو قال ليه كده لامادو لان المذكره بتاعته بتبني على حسب تفكير الشخصيه اللي قدامه هيتصرف ازاي، وبعدها بيقول لها انا اللي كسبت وانت اللي خسرت، هات المذكره بتاعتك، ولكن مو هنا بيكونوا عايزين يدمروه، فهنا تأمرت الكلاب ان هم يهجموا عليهم، فامادو ويونا رجعوا تاني علشان يوقفوهم، وكوسكي كملوا جري علشان يلهوا الكلاب. بص يا صديقي الاسامي بتتغير، كل شخصيه لها اسمين. المهم رجع يونا وامادو عند هنا، يونا على طول مسكتها وخلتها انها توقف الكلاب. امادو قال ليونا انها ما تقتلهاش، انا حاسس ان انا هبقى صديق هنا، انا عايز اكون صديقها، انت ليه بتبعدي اي حد ممكن يكون صديقي؟ فيونا بتقول له عشان انا بحبك، حب العقرب في دماغك. فامادو كذب علشان يخليها تبعد عن هنا وقال انا كمان انا بحبك. وعلى الصعيد الاخر ابو هنا قال لهم انا كمان كنت بكذب عليكم، وبقول انا اديتك المذكره عشان تساعديني مش عشان تعوضيني، انا كنت شرير ليه ما تبقاش زي لما تكبري. وبعدها خلاص كوروسون كان وراه وقتله. وتاني يوم يورو كانت قاعده، كانت بتحضر قنابل وبترجع للماضي، وافتكرت انها واجهت هامري رقم 3 قبل ما تموت، وكانت بتجري منها ساعتها وبتهجم عليها لحد ما بيجي محقق اسمه نيشيشمي ده يبقى المساعد بتاع كوروسو، وكان جاي علشان يقبض على يوريو، وفعلا هرب من هيمي وراح الجامعه، ولقى هناك يورو لابسه فستان جديد، ولما جت حبستها في اوضه وفنجرتها، وقبل ما تهرب غدرت بيها وضربتها، بس برضه هو كمان ما ماتش. وبعد كده رجعنا للحاضر، والصبح تاني يوم امادو بيكون مستني اكس بيلاقي يونو، طبت عليه وبتقول ان اكس هي كمان عايزاه، وبنعرف ان اكس لبست امادو في يونو اللي بتحاول تاكله ببقه، وهو بيقول في عقله يرحم امي بقى بعيد عني. والخروجه كانت في مكان كده كان فيه مراسم زفاف تجريبيه، وراحوا لهناك والمرشحه بتاعتهم كانت مرات كوروسو، وبدأوا المراسم الزفاف والتجربه، بس امادو بيكون عايز يقول ليونو ان هو ما بيحبهاش، وكل اللي كان بيفكر فيه ساعتها الغرفه الغامضه اللي دخلها قبل كده في بيت يونا. وبالليل راح امادو ليونا واللي لقى هناك اكسي هناك في البيت، واكس قال ان انا خرجتكم مع بعض علشان اجي افتش البيت، وجيت وهناك ودخلت الغرفه الغامضه ولقيت يونا عامله فيها حفره كبيره زي ديت. امادو قال هي الغرفه ديت كان فيها جثث، وديتيهم فين؟ فيونا بتقول له انا مبسوطه جدا انك اول مره تيجي تزورني. فامادو استغرب ان هي نسيت ان هي وجه زارها قبل كده، وقال في عقله يونا ساعتها تحولت وبحس ان هي فاقده وعيها، ولما مشي مع اكس ان يونا ممكن تكون مسحت ذاكرتها القديمه عشان كده ممكن تكون نسيته. وفي نفس الوقت ده كوروسو مبلغ الشرطه ان رقم 10 اتقتل، وكذب عليهم وقالوا اللي هو قتله يا اما يونا يا اما امادو، فراحوا الشرطه وقبض عليهم وودوهم لمركز الشرطه. يونا هناك اتحولت وبدات تدور على سلاح، فامادو هداه وكوروسو ما كانش لسه وصل، وكان هناك يوريو قال لها ان هو هيقتل كاردو، ان هو اتفق ان هو هيخلص على يونا وامادو. ورجع بعد كده للشرطه وامادو دخل وقال لهم انا عارف انكم ما قتلتوش كاردو من مركز التحقيق بتاعي، انتوا هنا بس عشان استجوبكم مش اكتر، ايه رايكم نلعب لعبه لورتي الروسيه؟ ووجه المسدس ناحيه امادو، ويونو هي كمان شافت كل ده في مذكرتها ان هو هيبقى عدوهم وهتوريهم الوش التاني، فخدت طفايه الحريق وضربته، وخدت المسدس ودخلت غرفه امادو وضربته بالمسدس وقع على الارض وهددته، وبعدها خدت امادو وهربت. بس كوروسو كان لابس واقي ضد الرصاص وما صابتوش غير في ودنه، والشرطه بداوا يجروا ورا يونو وامادو، وامادو بيضطر ان هو يضرب واحد من الشرطه، وكوروسو بيقول كل حاجه مشيت زي ما كنت عايز، عشان تحرك يونا لازم تاذي امادو. وامادو ويونا في الوقت ده لقوا علامه الموت المحتم ظهرت لهم، والمذكره ظهرت لهم ان هم هيموتوا مضروبين بالرصاص، وبيوصلوا لسطح ما بيكونش قدامهم غير خيارين، يا اما ينطوا يا اما يسلموا نفسهم، وهم ما بيفكروش وبينطوا. من اليوم ده بقوا مجرمين رسميا، وتاني يوم بيكونوا اتفضحوا في الاخبار وفي كل مكان، والشرطه بتبحث عنهم بكل ما اوتي من قوه بره وارضي وجوه، يعني هيجيبوكم. وبيكونوا مستخبيين في مبنى، وامادو بيكون جعان جدا، بيشم ريحه كيكو بدون ما يحس بيخرج، بيشوف الريحه دي جايه منين، ولكن وفجاه ظهرت قدامه يوريو. ايوه يا صديقي ملكه مذكره التسعه ما ماتتش، بتكتف امادو وبتقول له لو اتحركنا كلنا هنموت، وبتقول له المره دي انا جايه علشان اساعدكم. يونو بتحط السلم علشان يعدوا من عليه، وبعدها يوريو بتدمر الارض، وبعدها بتاخدهم على غرفه في المستشفى، وبيكون فيها 6 اشخاص وابنها المريض، وبتقول لهم ده كوروسو ودي مراته. كوروسو عايز يبقى حاكم الزمان والمكان عشان ابنه اللي هيموت خلال 3 شهور. بصوا بقى احنا هناخد الام وابنها علشان نضغط على كوروسو ونخلص عليه. كوروسو بيوصل هناك، ومن الواضح يا صديقي ان هيكون دمار من عالم تاني، وحتى الشرطه بتوصل وبيتم نشر اخبار ان المستشفى احتلت في كل انحاء اليابان. كوروسو بيوزع المجندين وبيدخل المستشفى. يوريو بتوزع المهام وبتقول لامادو انت اللي هتراقب الموضوع، وبتديله متفجرات وقنابل ضوئيه، وبتقول له انت يا امادو اللي هتراقبهم وانا اللي هكلم كوروسو، وهتهدده يا اما يقتل نفسه يا اما تقتل الطفل. وفعلا امادو بياخد مكان يوريو وبتكلم كوروسو وبتقول له على طلباتها، يا اما يقتل نفسه يا اما يهربها، ولكن هو بيرفض وبيعرفها ان هو اللي اقتحم المستشفى. وفعلا الجنود بيدخلوا وبيكتفوا امادو، وبيلاقي كوروسو اللي بيساعده علشان يدخل، ولكن بيجي له المساعد بتاعه وبيقول له سيد كوروسو عشان نقتحم لازم ناخد الاذن من الرئاسه، ولكن كوروسو بيبص له نظره مرعبه، وبعدها بيقول له ارجع لمكانك، وبيطلع على المكان اللي فيه امادو ويونو. بتوصل هناك وبتخلص على الاول في الثاني، وبتتبدل النيران ضد كوروسو اللي بيجري باقصى سرعته، وفعلا بيوصل، ولكن بعدها الجنود بتموت، ولكنه بيمسك امادو وبيهدد يونو لو اتحركت هيقتل امادو، ولكن هي كمان بتهدده وبتقول له ان هي معاها قنبله ولو اتحرك حركه واحده هتفجر المستشفى باللي فيها، وبعدها هيموت ابنه اللي بيعمل كل ده علشان فعلا يخليه يعيش. وفعلا بيسمع الاوامر وبيسيب امادو اللي بيسال نفسه ليه يونو على طول واقفه معاه مش عارف ليه، وبتقول له امادو هو
حياتي وما اعرفش اعيش من غيره، فلو هو مات انا هموت عشانه. وهو مظلوم مش عارف يقول ايه، ولكن هي بتنفذ كلامها وبتجري على كورسو وبتمسكه وبتفجر القنبله اللي كانت معاه علشان امادو، اللي شكله هو كمان وصل للحقيقه بعد صراع فكري اللي كان فيه، وبيقول ما تموتيش، انا عايز اعيش معاك يا يونو، عايز اشوف النجوم معاك يا يونو، لا ما تموتيش. الحب من اجل التضحيه. ولكن هنا بنكتشف ان القنبله اللي معاها زي اللي كانت مع امادو، قنبله ضوئيه. يعني بص كل الدراما دي مالهاش اي لازمه. يونو بتنصاب هي وامادو، اما الكورسون ولا بيتنزل له اي حاجه، بيقوم بينزل فشخ في امادو بالبنيات وبيرميه، بس بيقع قدام امادو مسدس بيفكر يستخدمه، ولكن كورسو بيقول له اياك وبيكون ماسك يونو. امادو بيمسك مذاكره المستقبل بتاعته وبيبص فيها وبينصدم. ايوه يا صديقي لو اطلق هيسيب يونو مش كورسو، وشكله كده دخل في صدمه عصبيه ومش عارف يتخذ القرار الصحيح. يونو بتقول لامادو اقتلني ما يهمكش، انا هعمل كل حاجه علشانك، الموت علشانك سعاده بالنسبه لي، الايام اللي فاتت والمسرح الجواز اللي احنا عملناه دي افضل لحظات حياتي بالنسبه لي. وبترمي الصوره اللي اتصوروا فيها لما كانوا عاملين حفل الزفاف المزيف اللي كان من تدبير اكسي. امادو بيسالها ليه كل دوت، يونو انت عنيده قوي، كل ده علشان سنه كامله بتلاحقيني وبتمشي ورايا في كل مكان، وهي بتعيط وبتقول له خلص عليا يا امادو، انا مش عايز اكون نقطه ضعفك. يونو بتستسلم للموت، بس امادو بيصرخ فيها بيقول لها انت استسلمت لكن انا هساعدك وهعوضك عن كل حاجه. يونو انا بحبك، وبيضرب الطلقه وبتيجي في كورسو اللي بيجن. يونو بيقول ازاي انا اللي المفروض اكون حاكم الزمان والمكان،